ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا. يا صباح الخير. أنا عارف إن الصوت مش هيكون أفضل حاجة، بس يعني الواحد يعني أول مرة بيجرب إن هو يصور في الفيديوهات زي كده. والحقيقة يعني أنا يمكن الفيديو ده اتأخرت إن أنا أصوره، بس أنا ما لقيتش فرصة أو ما لقيتش وقت مناسب، يعني إن أنا بعد ما أخلص امتياز، أو إن أنا إن شاء الله على خير ده آخر شهر في الامتياز وبفنش يعني. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بصراحة الفيديو ده يعني طلب مني كتير إن أنا أصور وكده، بحيث إن أنا إزاي زمايلي وإخواتي في الدفعة الأصغر، إن أنا إزاي أبتدي فترة الامتياز، وإيه المفروض أعمله وأروح فين والرغبات، وأذاكر إزاي والدنيا هتمشي إزاي، وآخد كورسات ولا أذاكر. فهحاول يعني، هو الفيديو ده مبدئيا ما مش عامل له سكريبت، فهو هيطلع بشكل عشوائي. هحاول على قد ما أقدر. هو مبدئيا طبعا كل فترة امتياز هي بتبقى تجربة فردية، فاللي عايز يشوف ده الفيديو ده ما يعممش التجربة بتاعتي عليه هو، لأن كل واحد ليه ظروف معينة، الأماكن مختلفة. تمام. فأنا هحاول على قد ما أقدر أقول لكم على الحاجات اللي أنا عملتها والمفروض تعملوها، وحاجات لو رجعت بيها الزمن هحاول أعملها إن شاء الله. ف شوفوا الفيديو للآخر، ولو نسيت معلومة أو حاجة هكتبها لكم تحت في الكومنتات. تمام. أنا دلوقتي داخل على الكلية عشان أروح أمضي، وبإذن الله في وسط اليوم كده هتكلم معاكم بخصوص موضوع فترة الامتياز. عاوز أقول لكم بس قبل ما ابتدي الفيديو إن سنة الامتياز دي عاملة زي سنة الجيش، اللي ربنا كاتب له إن هو يخش الجيش، فاعتبروا إن دي بروفة ليها يعني. احنا او يمكن جيلنا، او لما حد بيطلع او بيخلص الكليه بعد فتره 5 سنين، يمكن اللخبطه اللي بتحصل اللي هو انا اتنقلت من واحد كان بيذاكر او قاعد على الكتاب لواحد انا دلوقتي عايز اطبق اللي بشتغله. اشتغل فين؟ اقضي فين مكان امتيازي؟ طب ايه الاماكن الكويسه اللي انا اروح اشتغل فيها؟ طب اتعلم من فين؟ اخد كورسات ولا لا؟ ايه المصادر والحاجات دي كلها. فانا هحاول على قد ما اقدر، يعني الحمد لله الصوت يعني اتمنى يكون احسن شويه. هحاول نتكلم عن الحاجات دي كلها. احنا عارفين ان فتره الامتياز هي بتكون 12 شهر. ال 12 شهر دول انا هتكلم مثلا عن نفسي انا كواحد آه، طبيب امتياز في جامعه جنوب الوادي. اللائحه بتاعت الجامعه بتاعتي كانت مقرره هي 12 شهر، لازم اخد منهم 6 جامعي، يعني لازم اقضي 6 جامعي في الكليه بتاعتي. والستة التانيين اختياري، اللي هم انا براحتك، عايز تاخدهم صحة تمام، عايز تاخدهم في الجامعة تمام. وكانت من ضمن المستشفيات اللي كانت متاحة بالنسبة لي كانت جامعة الجنة وبنها والقصر العيني في أسيوط والقصر العيني في القاهرة. ف... فدي كانت الحاجات المتاحة. موضوع ده بالنسبة لموضوع الأماكن. كانت احنا الرغبات فكرة إن احنا نقسم بقى احنا هناخد امتى جينا والقصص دي كلها. فاحنا الموضوع ده اتعاملنا بطريقة عشوائية. فاضطريت إن أنا الشهور اللي كنت هاخدها في القصر العيني أخدتها في جنة. طبعا حصلت لخبطة في الأول، أبدأ من فين أروح فين مش عارف إيه بتاع القصص دي.
انت طبعا هتنزل هتشوف شغل حواليك. هتحاول تلاقي اي شغل مثلا بيدياتريك، اورثو، نيورو، ايا يكن. وعاوز اقول لكم طبعا او اغلبكم عارفين ان اغلب الشغل المتاح بيكون بيدياتريك. فانا برايي يعني كان زي ما كان بيقول لنا الدكتور محمد سرحان، ان انت الجراسات بتاعتك مش هتتحسن غير لما تطبق على البيدياتريك. يعني شغل البيدياتريك اصلا ده اللي هيحسن معاك الجراسب مع عينين القرصو وعينين نيورو. فكل الحاجات دي هتسهل معاك. تمام. فانا من رايي حاولوا لما تبتدوا تشتغلوا وتنزلوا ان انتوا تشتغلوا بيدياتريك. تمام. وهتغلط وما فيش حد بيتعلم او ما فيش حد اتولد كبير. طبيعي هتغلط وهتتعلم مره واثنين وثلاثه. وحاولوا اهم حاجه تركزوا ان كل طفل او كل حاله ليها جرس معين. مش كل التكستات هتقول لك انت تمسك الطفل ازاي او تمسك الكيس او البيشنت ازاي. فانت حتى برضه تتعامل معاه. حاجه مهمه كمان، حته الكوميونيكيشن سكيل، ان انت اول لما تنزل تريننج او اول لما تنزل تشير او تنزل بعد كده تتم شغل، هتتسال بعد كده حاجات: انا هخف امتى، هخلص امتى. لان ده بيبقى شغل الشغل بتاع اغلب الحالات. انا بتكلم كده بعشوائيه عشان مش مجهز السكريبت، فاللي بيجي على بالي بقول. فانت طبعا الحاجات دي كلها انت لازم تعرف تتعامل ازاي. فاكيد انت مثلا حد كمحتوى علمي النولج بتاعته محترمه، الكوميونيكيشن سكيلز بتاعته مش احسن حاجه، اللي هي المهارات الناعمه زي ما بيقولوا، لازم انت تطور الحته دي. فلازم تظبط الموضوع ده كله، وده لازم تبقى لماح او تبقى شواف ان انت تشوف مثلا السينيور اللي معاك بتاعك ازاي بيتكلم ازاي بيتعامل. لان كل دكتور بيبقى ليه طله، فانت احسن طلتك ان انت تعرف بعد كده تظبط الموضوع ده. تمام. وانا من رايي الشخصي ان انت في الشغل حاول تلاقي مكان اللي هو اكتر مكان يديك يعني يخليك تشوف حالات. يعني على سبيل المثال في البيدياتريك اغلب الحالات اللي هتلاقيها سي بي دايابيجيا. تمام. سواء سبيسيست عندها ديجري ايا يكن. حاول تشوف مثلا حالات زي حاول تشوف مكان يخليك تشوف حالات مختلفه سي بي. مثلا عامل ناس عامله تندر ريليز، ناس عامله اس دي ار، حقن بوتوكس، ازاي تتعامل مع كل واحد فيهم. عمليات او قصدي مثلا حالات زي الداون او المتلازمات عامه. تمام. عمليات مثلا او حالات زي الاورثوبيديك الخاصه بالبيدياتريك، السباينال بيفت على سبيل المثال. فانت حاول تشوف او تتعامل مع الحالات دي، لان كل حاله انت هتشوفها هتربي عندك فيدباك كويسه ان انت تعرف تتعامل معاها ازاي، او على الاقل اليوم لما تتعامل معاها مش هتكون متعامل معاها انت كاول مره. فدي انا من وجهه نظري. وحاول يوم لما تشوف او تنزل شغل ما تبقاش انت اشطر واحد في المكان. انت لما تشوف حد اشطر منك ده هيكون آه، يعني هتكون دافع عليك بان انت لا انا عايز ابقى احسن، والقصص دي كلها. وكمان لما تيجي تشوف الحالات برضه لما تتعامل موضوع الجراس والكوميونيكيشن والحاجات دي كلها، ان انتوا لما ترجعوا تشوفوا الحالات دي حاولوا ترجعوا تشوفوها في البيت. يعني مثلا جابتكم حالتين مثلا سي بي او سباينال بيفيدا، انت ايا يكن من التايبس بتاعت السباينال بيفيدا انت مثلا عارف انت تتعامل مع واحد اثنين ثلاثه اربعه في السباينال بيفيدا. فمعلومتك مثلا عن دي مثلا 60 70. ولو معلومتك مثلا عن المرض التاني ده معلومه اقل، حاول ان انت تذاكر بحيث ان انت تساوي على قد ما تقدر الاثنين. مفيش حد عارف ال 100% طبعا، والكمال لله وحده، بس احنا بنسعى. وطول ما انت بتسعى ربنا هيكرمك. و... ونصيحة ان انتوا السنة دي حاولوا، هقولها لكم تاني، ان انتوا تشوفوا حالات كتير، وان انتوا في نفس الوقت ما تبخلوش على نفسكم ان انتوا تذاكروا الحاجات دي. حتى لا هو كومن از كومن، بس حاولوا تشوفوا على الاقل حتى بعد كده قدام. فترة الامتياز هي الفترة اللي شايفها أنا مناسبة بالنسبة لك إن أنت تسأل. ما تتكسفش إن أنت تسأل السن الأكبر منك، ما تتكسفش إن أنت تسأل الدكتور أو أيا يكن اللي ماسك المكان. حاول على قد ما تقدر إن أنت تسأل، لأن أنت سنك صغير، لسه ما كبرتش بالشكل الكافي، او دي الفتره اللي هتغير لك، هتبقى من دكتور شاطر. تمام. او اذا كنت انت دكتور شاطر هتبقى دكتور ممتاز، او في نفس الوقت انت المعلومه اللي عندك النظريه هتحولها لمعلومه علميه او كلينيكال براكتس زي ما بيقول. ما تتكسفش انت تسال، حاول تشوف وتسال مره واثنين ثلاثه لغايه ما تثبت المعلومه. حاولوا على قد ما تقدروا تراجعوا البايوميكانكس والاناتومي من فتره للتانيه، لان البايوميكانكس اصلا احنا شغلنا كبيتي ان انت تظبط موضوع الميكانكس اصلا. يعني هو مثلا هتلاقي مثلا شخص عندي باصو ميكانكس، تمام،
فانت البوست ميكانكس دي عايز تحولها لنورمال ميكانكس از ماتش از يو كان. فحاولك على قد ما تقدر، وان انت ما تركنش. هو اصلا احنا مجالنا من اسهل المجالات اللي تعرف تحصل فيها المعلومه. يمكن الحمد لله الفتره الاخيره في محتويات فيزيو كتير طلعت، وده سهل علينا يعني عكس زمان. لان انا افتكر لما كنت في سنه اولى ما كانش فيه الحاجات دي كلها. فالحمد لله الدنيا بتتطور والناس بقت بتتوعى اكتر والدنيا دي. بالنسبه كبدايه في حته المذاكره كمصادر المذاكره نفسها، حته الكتب انا طبعا اول اتنين طبيعي ان انا ارشحهم لاي حد هيبدا، ان انت تبدا بكتاب دكتور دونالد نيومان. ده كتاب خاص بالبايوميكانكس، تمام. والكتاب التاني كتاب ثيرابيوتيك اكسرسايز بتاع كارولين، تمام. ده عموما، دي من اهم الكتب البيزك اللي انت هتقدر تبني عليها. طيب بالنسبة للأرسو، فأنا هحاول أتكلم على كل برانش المشهور ما بين المشهور في الشغل، وهقول لكم كل برانش ده يعني إيه الكتب المهمة فيه. الكتب زي الأرسو مهمة. أنا شايف كتاب زي المانوال ثيرابي اوف ذا سباين، وكتاب الأورثوبيديك كونديشن، وكتاب ديفيد ماجي. كتاب ديفيد ماجي ده اسمه الاورثوبيديك فيزيكال اسسمنت، ده مهم خالص، او هتلاقيه مسهل معاك حته السبيشال تيست. وطبعا مع الاناتومي مع الاورثو اقصد ان انت هتحتاج اناتومي. وفي كتب كتيره زي الاناتومي، يعني في دكتور كتاب الاطلس بتاع دكتور الفيلي، في كتاب اناتومي جراي، تمام. في فانكشنال اناتومي، وفي موقع زي موقع كلهب. فالحاجات دي كلها انت مش هتعطل فيها يعني. وحاول يوم لما تذاكر معلومه اناتومي تربط دي بمعلومه كلينيكال. يعني انا ماشي، انا عرفت العضله او المصل دي ماسكه اوريجن سيشن بلاد سبلاي بتاع القصه دي، انا عايز اخد المعلومه النظري دي احولها في معلومه كلينيكال، تمام. فعشان كده بقول لك انت ممكن تشوف اصلا او ممكن تجابل حالات على عكس الكتب. يعني مثلا انا جابلتني حاله بيدياتريك على سبيل المثال التشين بتاعت اللور لم لما بيحصل فوت في الفالجس تحت، تمام. بيحصل معاها فالجس حقوق صغيره. انا شفت حاله عكس كده تماما. فالحاجات دي مش هتقولها لك الكتب، وخصوصا احنا عندنا في علاج طبيعي ان مفيش معلومه او معلومه هتديها لك حاجه واحده في كتاب واحد. لا، هي هتلاقي في كل كتاب بيقول معلومه معينه، تمام. فده بالنسبه للكتب بتاعت الأورثو، وهحاول اسيبها لكم في الكومنتات يعني تحت ان شاء الله. ده بالنسبه للأورثو. بالنسبه للكتب البيدياتريك، تمام. فكان في كتاب اسمه الان دي تي، تمام. وفي كتاب اسمه تيبيكال واتيبيكال، في كتاب اسمه البيبي تريتمنت، وكتاب اسمه الفاسيليتيشن تكنيك. فالكتب دي حلوه خالص ان انت تبدا بيها. ومن اهمهم كتاب التيبيكال والاتيبيكال، لان ده بيوريك اصلا الديفلوبمنت بتاع الطفل المفروض في الشهر الفلاني او في اليوم الفلاني بيبقى مثلا وصل لايه، وفي الشهر الكذا المفروض يبقى وصل لايه. فانت لازم تعرف النورمال عشان تعرف الابنورمال، تمام. يعني انت على سبيل المثال وهنتكلم عليها بعدين في الراديولوجي، انت هتتعرض للاشعاعات. انت الاشعاعات مش هتعرف هي نورمال او نورمال من غير ما تشوف اصلا الطبيعي بتاعها. وطبعا الاشعه غني عن التعريف، يعني محاضرات الدكتور ممدوح محفوظ عليه رحمه الله. يعني انا هحاول اسيب لكم المصادر دي كلها تحت في الكومنتات. فانت الحاجات دي كلها هتفرق معاك، لان انت برضو يوم لما هتعرف الستراكشر الفلاني اللي اتضرب هتعرف بعد كده تاثر. يعني مثلا على سبيل المثال حاجات من مشهوره خالص البي في ال او البري فنتريكولار لوكوميليشيا، دي لما بتضرب معاك بتعمل معاها مشكله في الكورتيكوسبينال تراكت، فاكيد هتاثر كدايابليجيك اكتر. فدي شوف انت حليت الستراكشر دي اثرت معاك ان انت عرفت المعلومه دي، تمام. فدي من الحاجات المهمه. بالنسبه لمجال النيورو، تمام. طبعا محاضرات الدكتور عمرو حسن الحسيني دي من احسن الحاجات اللي انت ممكن تبتدي بيها. وفي بلاي ليست للبوست جراديوت اصلا مهمه كحته ان انت تعرف السيرفر كورتكس، وتعرف ان انت الهيميبليجيك والفيشيال. ومن اكتر الحاجات اللي بنقابلها كعيانين اللي هم عيانين ستروك خصوصا في الشتاء. انا الفتره دي مش عارف يعني يمكن مستغرب مع حالات الهيميبليجيا اكتر شفتها في الصيف ما شفتهاش في الشتاء. فانا عشان كده اقول لكم فتره الامتياز بوريكم حاجات كتيره. في تكست اسمه لايف سبان، تمام. وطبعا موضوع الكورسات ممكن تحضر طبعا كورس نيورولوجي بتاع الدكتور محمد ياسين، وطبعا غني عن التعريف الاستاذ الدكتور محمد خلاف.
فدول من احسن المصادر اللي هتشوفوها. وكمان قناه نيرفولوجي دي هتلاقيهم تحفه في حته الفاسيليتيشن. لازم تكون عارف تعمل فاسيليتيشن ازاي، والبوزيشن بتاعك، ولا هتعرف امتى العيان ده هيدخل من الفلاست ستيج وامتى هيروح للسباستيك ستيج. والحته دي طبعا لازم تكون انت عارف الالكترو ازاي. طبعا اللي هيفيدكم في موضوع الالكترو ده الدكتور عمرو الصريح، وشرح حاجات، وشرح على جهاز الايفل واي والحاجات الايزه اللي انتوا هتتعرضوا ليها. تمام. وكان في دكتور كان اسم الفيديوهات بتاعته بتعملها كان اسمها لحظه الكترو او دقيقه الكترو، مش متذكر بالظبط، برضه هسيبها لكم. فالحاجات دي هتفيدكم يعني. ده بالنسبه للمصادر والمذاكره. آه، انا هروح اشتغل الحلقه معايا وهرجع لكم تاني. لسه كنت مخلص حالة من شوية، كانت سبانا كوند انجري مع ثوراسيك فيكسيشن. المهم نكمل. كانت انا من اكتر الاسئله اللي كانت بتجيني اللي هو انا لازم اروح القصر. بصوا هقول لكم على حاجه، يعني انا الكلمه دي جات لي من دكتور كان السينيور بتاعي. انا مبدئيا كنت ناوي اروح القصر عيني، بس لظروف ما عرفتش اروح. فكملت هنا يعني في جنة. فحاولت اللي هو على قد ما اقدر اسعى. يمكن انا مثلا ممكن مثلا لو معانا زمايلنا اللي في القصر العيني او حد معاه سينيور مسهل له الموضوع ده كله ومسهل له الموضوع ده كله، يمكن هو يعني زي ما تقول كده بيقصر على نفسه الطريق، يعني بدل ما المسافه كده بيخليها كده. على عكس ما يكون واحد مثلا بيمشي لوحده. ف فانا الدكتور ده قال لي انت ممكن ربنا يكرمك ويبارك لك، يعني انت مش بتعمل مثلا الشكل المطلوب او مش الحاجه اللي هي البيرفكت 100% مع العيان، بس انت بتسعى وربنا هيكرمك على السعي ده. تمام. لان انت لسه بتبتدي او بتسمي الله، لان انت لسه برضه في اول الطريق. ف فالجمله دي اول لما سمعتها بصراحه يعني اثرت معايا وحسستني ان الدنيا، لا يعني الدنيا لسه بخير، اللي هو يعني يجي من الواحد. فبصراحة يعني أنا اللي اكتشفته أو من بعد فترة امتيازي اللي هو أنت لا مش لازم تروح القصر العيني. لو في إمكانية إن أنت تروح من غير مثلا، أصل في ناس من زمايلنا مثلا هيكون معاهم مثلا ظروف عائلية، مشاكل مادية مثلا على سبيل المثال، مش قادر يروح. تمام. هو بالنسبة له هي جنب البيت، فهو لو قاعد في حاجة جنب البيت واشتغل واتدرب بحيث إن هو يشوف الحاجة اللي يذاكرها والحاجات يسهل له الموضوع ده شوية. فلا مش لازم تروح القصر العيني، هي الفكرة بس إن أنت تكون شواف للحالات. آه، ومثلا أنا عايز أكلمكم مثلا في المواقع اللي أنتم ممكن تشوفوها. فأنا كنت عايز أقول لكم على شوية مواقع هي هتفيدكم بعد كده في موضوع الامتياز، أو أنتم مثلا لو تعرضتوا الحالة أو الحاجات دي كلها. طبعا إحنا التكست دي اتكلمنا عنها. فمن ضمن المواقع طبعا موقع غني عن التعريف فيسيوبيديا، يعني ما أعتقدش إن في حد في علاج طبيعي ما يعرفش الموقع ده. تمام. وطبعا موقع فيسيو تيوترز او القناه بتاعتهم، بصراحه ان هم شرحهم حلو خالص، وانه بيشرح التستات دي كلها عملي، فالموضوع بيكون اسهل شويه قدامك. تمام. وفي طبعا موقع اللي هو بتاع دراسه التشريح اللي هو الكن هاب. فدي من ضمن الحاجات اللي هتكون كويسه معاك. وكمان لو انت عايز تجيب مثلا دراسات بحثيه والحاجات دي، ففي عندك موقعين، اللي هو موقع اسمه بيدرو وموقع بوبميد. فالمواقع دي هتسهل معاك جدا. وبرضو عشان ما انساش، في برضو للناس اللي مهتمه برضو بالنيورو، انا قلت لكم على قنوات، برضو قناه الدكتور محمد ياسين كمان في قناه هتسهل لكم برضو الموضوع ده. قناه اسمها نينجا نيرد، اكيد اغلبكم برضو عارفينها، في ناس ربما محدش يعرفها. فالقناه دي بتشرح الفسيولوجي والميكانيزم بتاعت الفسيولوجي بتاعت الحاجات اللي تخص النيورو، سواء اوتونوميك نيرفس سيستم، سي ان اس، الحاجات دي كلها. فدول اغلب الحاجات اللي انتوا هتتعرضوا لها. وكمان انا قناه التليجرام بتاعتي بنزل عليها شويه حاجات شرح، وبنزل عليها شيتات الاسسمنت، وسهل بعد كده يعني في موضوع شرح الكيسز او الحالات يعني. طبعا هقول لكم على حاجه، حاولوا برضو في فتره الامتياز ما تتسرعوش ان انتوا تعرفوا الاسسمنت بتاع كل حاله. حاولوا تشوفوا الحاله الاول، وازاي تشوف التريتمنت او البروتوكول الطبي بتاعها، وتشوف التأهيل بيتم ازاي والمراحل بتاعتها وكل مرحلة، او ازاي انتقل من مرحلة لمرحلة، واشوف الجراسب بتاعي وازاي اعمله الاول، بعد كده اشوف موضوع الاسسمنت. لان انت لو ما ظبطتش ايدك في موضوع التريتمنت وفي موضوع ان انت جراسبك في كل تكنيك انت ماشي ازاي، وحاول على قد ما تقدر تظبط البايوكينكس بتاعتك صح، لان انت ما يعني عارف ان المثل اللي هو معمول على باطل فهو باطل. يعني اللي هو انت ما او باب النجار مخلع. تمام. فانتوا حاولين تظبطوا قعداتكم، كل تكنيك، وضعيتك مع البيشنت ازاي، بحيث ان انت على المدى البعيد ما تتعبش او ما تهنكش بدري. آه، اعتقد ان احنا كده وصلنا لاخر الفيديو يعني. طبعا انا انا الصهايمر رايقني.
فبحاول على قد ما اقدر افتكر يعني ايه الحاجات اللي آه، لو جينا لحته، يعني كان في حد برضه سالني قال لي لو في غلطات انت وقعت فيها وعايز تعدل نفسك فيها، ممكن احاول ان انا يعني كان ممكن المفروض اذاكر اكتر شويه، او ما توهش نفسي. يعني في ناس يعني انا من نفسي من الناس اللي بحب القرص بطريقه بشعه يعني. فيمكن من الغلطات اللي وقعت فيها ان انا مش عايز احط نفسي، او ما تحطش نفسك في زون ان انت تحب مثلا، انت حابب الفيلد او البرانش المعين ده، حاول تطور نفسك فيه بس ما تهملش البرانشات التانيه لغايه ما ربنا يكرمك. انت ما تعرفش اصلا انت ممكن تمارس الحاجات دي وممكن تحبها اكتر من البرانش اللي انت بتحبه. تحاول ان انت تحضر ورش على قد ما تقدر، سواء ورش في النقابه او ورش في العياده او ايا يكن. وحاول على قد ما تقدر يعني في الاول وفي الاخر يعني انت تستعين بربنا وربنا يكرمك. ما دام احنا بص، ما فيش حد مش بيسعى، وما فيش حد كامل. بس على الاقل يوم انت لما تسعى، يوم ما نقف قدام ربنا احنا يا رب احنا عملنا اللي علينا، تمام، وربنا هيكملنا. ما فيش حد كامل الحمد لله. و... وانا مش اهل للنصيحه برضه، انا هقول لكم يعني انا بقول باللي شفته. آه، عاوز اقول لكم ان انتم ما تستعجلوش ان انتوا تتشافوا. قد ما تستعجل، يعني قد ما تستعجل ان انت تبقى امين. يعني خليك امين في شغلك قدام ربنا، وربنا هيكرمك وهيوقف لك بلاد الحلال في طريقك واللي هيضرب ايدك وهيفتح عليك فتوح العارفين. يعني انت يعني في كان بوست كنت بشوفه على طول، اللي هو ذر التوفيق الالهيه هتغنيك عن ده كله. فانتوا ما تقلقوش، هي مرحلة جديدة زي أي مرحلة. أنت بس الفكرة إن أنت بتطلع للدنيا بتشتغل عايز تحاول تصرف على نفسك، تجيب اللي نفسك فيه، تشتغل تشوف لك مكان، القصص دي. فهي مرحلة جديدة زي ما طلعنا من ثانوي وبعد كده رحنا كلية، بعد كده من كلية للامتياز. فأنتوا حاولوا اللي هو ما تخافوش، الأمور بسيطة. إحنا ما علينا إلا السعي، النتيجة دي مش بتاعتنا وربنا بيكرم. وحاول في فترة الامتياز أنت لو عارف تكنيك أو عارف حاجة معينة، انتوا بينكم وبين بعض في العيادات ما تعدلش على زميلك. يعني انت لو شايف ان في حاجه صح، روح لزميلك بعد ما الحاله تمشي، تمام، قول له انا حتى في الطريقه، قول له طب ما ايه رايك ما تجرب الحته دي، مش تقول له انت غلط كذا 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 ده. لان احنا مش في سباق واحنا مش في معركه، احنا هدفنا ان احنا نوصل للعيان ده بر الامان، تمام. ف يا ريت ما حدش يقلل من التاني او من زميله بتاع. وغير كده العيان اصلا شباب، العيان يوم لما يشوف ان انت بتشكر في زميل ليك هيعرف ان انت حد متربي وعينه مليانه وشاطر محترم. بالعكس ده انت هتكبر في نظر الايام. آه، فانتوا حاولوا ما تقللوش من بعض. يعني انتوا لو مثلا في الشغل في القسم ايا يكن، ما تقللوش من شغل بعض، لا كبروا بعض بالعكس عشان بعد كده البيشنت ما يفرقش. وطول ما انت بتسعى يا صديقي يعني انت الدنيا بخير يعني. فحاجه اخيره عايز اقولها لكم قبل ما اقفل الفيديو، احنا اللي قدامنا ده اللي هو بكره ده يعتبر مجهول وبين ايدين ربنا. مهما كان اللي حصل حاول. وانا بذكر نفسي والله يعني انا آه، يعني الواحد ده انا معتبر الفيديو ده كتذكره لنفسي، بحيث ان الواحد يفتكر كم من نعمه اللي ربنا عدى بيها. انت ما تعرفش اللي قدامك ده يعني اللي بينصح من ورا الشاشه، وقعت في حاجات وقمت وعدت وبتاع القصص دي. والدنيا عدت يعني كله بكرم ربنا في الاول وفي الاخر. ف... فبصوا احسن الظن بالله وربنا يكرمكم، دي مش بتاعتكم. المهم ان احنا نسعى نذاكر ونحاول نعمل علينا، وحاولوا قد ما تقدروا يعني تخلوا ما بين وسط الشغل مذاكره عشان تحلوا القرشين اللي انتوا بتاخدوهم، تمام. و... ونصيحتي ليكم برضو حاولوا تخلي ليكم معلم او لاند مارك شاطر، تمام، لان ده هيفرق خالص معاكم، او تخلي ليكم مرجع انتوا ترجعوا له، شخص بتاخدوا رايه ومش عارف ايه بتاع القصص دي، تمام. ف اتمنى يعني تكونوا انتوا استفدتوا من الفيديو ده. انا عارف ان الفيديو ده طول شويه بس هو ما بين وسط يوم الامتياز وكده. وان شاء الله ربنا كريم، ربنا يكرمكم ان شاء الله. ولو احتجتوا اي حاجه ابعتوا لي على الانستجرام. انا في اكونت انستجرام عملته جديد، ده فيزيو بس يعني، هينزل عليه كل حاجه خاصه يعني. فاتمنى تتابعوني هناك، وان شاء الله يعني ربنا يكرمكم ويوفقكم ويحسن ما بين ايديكم ويجعلنا يا رب احنا وياكم سبب الشفاء ده. وان شاء الله خير يعني. وسلام. إنه ربي أحسن مثواي